عندك كوسة؟ طب عندك جوز الطيب؟ يلا بينا نعمل وصفة حلوة جدا. هنعملها لينا والوصفات كل يوم، بقى محتارة تاكلي ايه؟ كل يوم حيرة كل بيت كده. وكمان عاملينها كمان لأطفالنا. كتير من الأطفال مش بيحبوا كوسة، هنقدر نعملها بوصفة حلوة جدا جدا هيعشقوها. وكمان ما ننساش وعملنا حسابنا إن النهارده ان شاء الله وجبتنا اقتصادية، يعني مكلفة من 65 جنيه لغاية 70 جنيه. مبدئيا اي وصفة في الايام اللي احنا عايشينها ديت بتبقى معدية ال70 جنيه. ان شاء الله وصفتنا النهارده اقتصادية. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. وانزلي حالا نحط اللايك بتاعك وساعدي اختك لوجه الله، واشتركي في القناة. كلمة اشتراك على الشمال اتكي عليها واختاري الكل، وتكوني نورتينا في القناة بتاعتنا. هنا معايا ايه؟ معايا كوسه. بدات ان انا اقشرها، اشيل القشره اللي من بره. تمام. مش بتبقى مستحبه طبعا في وصفتنا النهارده. بعد ما قشرت كل الكميه اللي عندي بنفس الشكل، بدات اللي انا بقطعها تقطيع بميله كده شويه، يعني بالسكينه كده. قطعتها اللي تعجبك قطعيها. هو انا بس بحب عامله شكل كده زي ما متعودين كده في الفيديوهات، على طول اقول لكم العلم تاكلوا قبل البق، فبحب اعمل الشكل يبقى ايه، حلو في الاخر. هقطع كل الكميه عندي بنفس الطريقه، وعبال بقى ما اقطع التقطيع كله تكوني نزلتي حالا حطيتي اللايك بتاعك، واكتبي لي كده تعليق حلو، وقولي لي بتتابعيني من انهي بلد. وطبعا كلكم على راسي طبعا، وتنوروا القناه بتاعتي ان شاء الله. هنا خلاص بدات ان انا قطعت كل الكميه اللي عندي بنفس الشكل. محضره معايا فلفل الوان، ومحضره كمان معايا يعني حوالي 3 بصلات. تمام. هنا معايا الكوسه في صينيه، في طاسه جريل، المتاح عندك اعمليه. واساس وصفتنا النهارده الكوسه بتاعتنا هنحط عليها ايه؟ جوز الطيب. جوز الطيب دي مهمه جدا، يعني ممكن تعملي الوصفه من اولها لاخرها وما تحطيش البهارات اللي انا هقولك عليها، مش هيبقى طعمها حلو خالص. لا، هي جوز الطيب دي عامله لها طعم في منتهى الجمال، ومش بتبقى حاميه او سبايسي على الولاد خالص، هي بس بتبقى عايشه طعم حلو. بنحط كميه صغيره، يعني هنحط نص البلحيه بالظبط بنفس الشكل. هبشرها في المبشره، حابه تدقيها دقيها، نعميها المتاح عندك اعمليه. اضربيها في الكبه براحتك، ابشريها براحتك. معايا هنا نص معلقه صغيره من الفلفل الاسمر، على نص معلقه كمان من الملح. ملحي بقى وانت دوقي براحتك الملح بتاعك. وحطيت شطه، طبعا اللي مش حباها سبايسي ما تحطيش. هبتدي ان انا اشوح الكوسه عندي لغايه ما الاقيها دبلت. اولا هتنزل ميتها، وفي نفس الوقت بتستوي برضو معانا بنفس الشكل. اقعدي بس تقلبي فيها وايدك فيها على طول كده عشان ما تلزقش معاكي. احنا حاطين معلقه سمنه، بس برضو ممكن تلزق منك. هسيبها على جنب، واكون عملت كمان معايا لحمه معصجه على السريع كده. معايا معلقه من السمنه، وهنزل بربع كيلو من اللحمه المفرومه. هنا زي ما قلت لكم وصفتنا مش مكلفه. مش مكلفه. ربع كيلو دوت هنعمل بيه كميه كبيره، هنضاعف الكميه دلوقتي. ربع كيلو ب45 جنيه او ب50 جنيه، والكوسه ب15 جنيه. يعني احنا كده وصلنا لل55 ولا 65، عدوا معايا. المهم شوحنا اللحمه المفرومه، وكمان نزلنا ببصلتين كبار، انا شلت منهم تاني لان لقيت الكميه كتيره. هنزل بفلفل الوان، لو متاح عندك حطي، مش متاح الغيه خالص، احنا عايزين بس نكتر في الكميه شويه. انا هنا ما حطيتش برده كل الكميه، الباقي شلته في الفريزر. وبعد كده نزلت بباقي جوز البلحيه التانية، جوز الطيب التانية، نزلت بيها على اللحمه المفرومه. اصبح كده زي ما قلت لكم بطل الوصفه النهارده ايه؟ الجوز الطيب. حطيت ملح، وحطيت كمان جوز الطيب. وابتدي بقى قلبي كده، وسيبيها بقى على جنب لغايه ما اللحمه والبصل والفلفل الالوان هينزل ميته، وهي هتستوي منها نفسها كده. لغايه كده الدنيا حلوه، لغايه كده الدنيا حلوه. والكوسه هنا هي على النار بتاخد اللدعات الحلوه ديت، بتبقى طعمها حلو جدا. وهبتدي ان انا اقلب فيها كده واسيبها على النار لغايه ما اخلص معايا باقي وصفتنا. كده الكوسه على النار واللحمه على النار، ومعايا بقى بشاميل. نزلت ب3 مجات من اللبن. وممكن تحطي مثلا مج لبن، وممكن تكملي بالميه، مفيش مشكله خالص. 3 معالق من الدقيق، وكمان نزلت بمرقتين شويه ملح وشويه فلفل اسمر، ومعلقه من السمنه. ودوت البشاميل اسرع بشاميل تقدري تعمليه كده في حياتك كده. بشاميل على البارد بيطلع طعمه حلو جدا جدا.
بعد كده بحط ايه، بحط عندي حبه وش لبن كده ركناهم على جنب كده، حطيهم بيبقى طعمه حلو جدا. عندك جبنه مثلثات حطي، مفيش مشكله خالص، بيبقى اسرع بشاميل تقدري تعمليه. هسيبه على النار كده، اقعد اقلب اقلب لغايه ما يربط معايا والقوام بتاعه يتقل، وهتلاقيه تقل معاكي على طول. هي الكميه ديت حلوه جدا على الكميه اللي عاملاها. ممكن تقللي بقى ايه في البشاميل بتاعك لو انت عامله كميه اقل. خلاص البشاميل جاهز واللحمه جاهزه والكوسه جاهزه، مفيش ايه الا جاهز بقى نخلط المكونات دي كلها على بعض ونعمل احلى صينيه كوسه بالبشاميل. هنا خلاص الكوسه عندي كانت استوت، وهنا خلاص جاهزه الكوسه. اخد اللحمه بقى على طول. قبل كده عملنا فيديو قبل كده للكوسه، كنا عاملين طبقات. ده فيديو تاني وده شكل تاني، ممكن ترجعي تاني للفيديوهات وتتفرجي على الكوسه اللي احنا عملناها قبل كده. هنا دمجنا بقى ايه اللحمه مع الكوسه بنفس الشكل. ومعاكي صينيه، معاكي بايركس المتاحه عندك مفيش مشكله خالص. بنزل كده بكبشه من تحت كده من البشاميل بنفس الشكل. انا بسرع لكم الفيديو عشان بس وقت الفيديو والله ما يكبرش، بس عايزه اوصل لكم كده كل خطوه انا عملتها ايه في الفيديو. نزلت بمعلقه كده من الكبشه على الكوسه عشان بس يمسكوا بعض كده ويربطوا مع بعض. لان طبعا هتقطعي في الاخر الحته بحتتها كده فتطلع طبعا متماسكه وتبقى شكلها حلو. تمام. بعد كده نزلت بكل بقى اللي انا عملته بالكوسه باللحمه بالخلطه اللي انا عملتها ديت في البايوكس بتاعي. طبعا كنا عاملين قبل كده قبل كده كنت عامله الوصفه معاكم، كنت عاملاها طبقه وطبقه، يعني كنت حاطه طبقه كوسه ولحمه في النص وطبقه كوسه تانية. النهارده انا بغير معاكم وهقول لكم طبعا النتيجه في الاخر احلى من الطبقات دي، احلى بكتير جدا. اللحمه يعني ايه داخله كده في الكوسه، طعمها كده احلى. سويتها بنفس الشكل وخلاص كده الكميه عندي خلصت. وكده فاضل اللي عندي اللي انا احط طبقه البشاميل. متاحه عندك حطي، مش متاح ما تحطيش. هي كانت متاحه عندي شويه جبنه تركي، يعني لو ما كانتش متاحه اصلا ما كنتش هشتري مخصوص. مش عايزين طبعا الوصفه تبقى بزياده، يعني هي حلوه قوي كده، مش عايزين نكلف طبعا الوصفه اكتر من كده. بعد كده نزلت بطبقه من البشاميل بنفس الشكل. وغطيت بقى سطح الكوسه بنفس الشكل كده، ومحبتش انا طبعا الكوسه تبان. شويه جبنه تركي كده عندك تمام حطي. عايزه تشتري اشتري براحتك، عايزه تلغيها مفيش مشكله خالص نهائي. عندك موزاريلا حطي، يعني هي طعم بس وشكل في الاخر. خلاص كده حطيت شويه جبنه تركي من فوق الوش، وطبعا الفرن مسخناها يا دوبك هتخش تاخد لها لون بسيط كده من تحت، مش عايزاها تتحمر قوي. واولع عليها الشوايه وبتطلع معايا بنفس الشكل كده. شكلها حلو جدا من غير ما تاكلوها، يعني شكلها حلو، بس دوقوا بقى طعمها انتوا اللي هتحددوا طعمها عامل ازاي. انا هنا دي حريه شخصيه في الاكل. تمام. انا هنا بحبها سخنه، ما بحبهاش مقطعه حته بحتتها. فيعني حتى لو بشاميل انا بحبه كده، مكرونه بشاميل برضه بحبها كده. فدي حريه شخصيه ليكي، حابه تاكليها كده كليها زي ما انا ما اكلتها. حابه تستني عليها لغايه ما تبرد خالص نهائي وتقطعي الحته بحتتها برضه مفيش مشكله خالص. طيب بتتاكل بايه؟ انا بحبها بالعيش. انت حابه تاكليها بالرز اعملي رز جنب منها. انا هنا بحبها بالعيش وشويه مخلل كده جنب منها، وبتبقى زي الفل وبتبقى طعمها حلو جدا. الفيديو بتاعنا خلص، يا رب يكون الفيديو عجبكم. وانتظروا ان شاء الله الفيديوهات اللي جايه باذن الله. وساعدوا اختك لوجه الله وحطي اللايك بتاعك والاشتراك، واسيبكم في رعايه الله ومع السلامه.